أنا قلت لأبنائي قديما هنا في تلك الفترة، قلت لهم هذا الرجل أنا لا أشك في كفره من 30 عاما. سمعتم هذا مني ولا لا أبنائي؟ سمعتموه في المسجد وفي الدرس وفي الطريق وعلى باب بيتي وفي الاتصالات. لا أشك في كفره من 30 سنة. كيف اليوم أقول ما يجوز الخروج عليه؟ هذا باب. الباب الثاني أنا أقول كلمة الخروج إنما تطلق إذا قيل هذه الكلمة في حق من خرج عليه إذا كان مسلما، يقال خروج عن السمع والطاعة. هذا ما هو مسلم أصلا، ولا يقال لهؤلاء أيضا إنهم ثوار، لكن أصبح مصطلحا دارجا شائعا بين الناس، لا يقولون إلا إيش؟ الثوار. وإلا الثوار في الاصطلاح الصحيح هم من ثاروا على من له ولاية شرعية، هو مثل كلمة الخوارج، خروج، هذا ما له ولاية شرعية. فهؤلاء والله مجاهدون وقد أحسنوا بإزالته غاية الإحسان. فالكلام إنما هو كان في مسألة هؤلاء لهم قوة أو ليست لهم قوة. فمن هذه الناحية قلنا إذا لم تكن لكم قوة، قالوا ما لهم قوة فيه، قلنا لا تخرجوا. لا لأجل القذافي أنه مسلم لا يجوز الخروج عليه والذي يخرج يسمى خارجي، لا، لكن صيانة لدماء المسلمين وصيانة لحرمات المسلمين وتعظيما لشعائر المسلمين لأنها تتعطل، وحفظا لأمن المسلمين، فيصبرون على هذا الشر في دفع شرور أخرى. بعد ذلك لما رأيت التقدم وظهور يعني هؤلاء الذين قاموا في قتاله، سألوني عدد أيضا من الإخوة الليبيين، قلت هم الآن في قوة ومتوجهين، الله يعينهم ويوفقهم. صح ولا لا؟ قلت الله يعينهم ويوفقهم، وصلوا الآن إلى قوة، الله يزيده. فالشاهد من نحن الآن نصحح للناس مثل هذه العبارة. إذا صححت لهم هذه العبارة علموا صحة موقفك الأول. فنحن والله ما نطلق عليهم لفظ الثورة، ولا نحب أن نطلق عليهم لفظ الثوار، ولا إيش مسألة الخروج، لأن هذا اللفظ معناه الشرعي هو الذي ذكرته لكم. ومعاذ الله أن نقول إن هذا حاكم مسلم لا يجوز الخروج عليه، والذي يخرج لقتاله ويعين على قتاله وإزالته عن الأمة يوصف بأنه ثائر أو خارجي، بل إن شاء الله نعدهم مجاهدين في إزالته.